العبد لله اول واحد حول الشباتي لبيتزا سريعه. بونا سرة يا ناس، مساء وصباح الزبده على اللي هنا واللي هناك، يا رب تكونوا بافضل حال وصحه وعافيه ان شاء الله. هنعمل مع بعض اسرع شباتي وباسرع واسهل طريقه، واللي ما يعرفش الشباتي هو اللي اسمها خبز البراد. احلى ما في الشباتي انه ينفع معاك في المدرسه في الكليه او في الشغل، وسريعه وما بتاخدش منك وقت، وتقدر تحط على الوش اي حاجه انت عايزها. فكالعاده قبل ما نبدا ندعي امواتنا بالرحمه ونصلي بينا على نبينا ويلا بينا. هخليك تعمل شباتي من غير ما تهاتي على الرايق يا زبادي. كوبايه دقيق على كوبايه الا ربع ميه، لا هي سخنه ولا بارده، يا دوب دافي، عليهم معلقه صغيره ملح وشرحهم سكر ورشه زيت، وابدا فرك وتقليب. بس ده ما يمنعش انك انت تعجنها وتعمل معاها فوق الصح صحين. لا ما تقلقش، مش هنعملها فينو ده، بس بنديله الوضعيه اللي تليق بينا. هنقسم العجين اللي عملناه على 3 حلوين مقلوظين مظبوطين. فكل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنغطي عليها ونسيبها نص ساعه ترتاح بالكتير. اكله سريعه وخفيفه تنفعك وقت زنقه يا كبير. نستنى مع بعض. وبعد نص ساعه بالتمام والكمال كانت بتقول انا اتظبطت يا خال، فنجهز معانا معلقتين زبده سايحين وحبه دقيق للتخشين. نبتديها بقى برش الدقيق وننزل بالعجين وفرد بالنشابه يانا. وبعد الاولى والثانيه دي بقى هنكبرها شويه عشان ممكن نعملها بيتزاية على الرايق من الشباتي، ويبقى العبد لله اول واحد في الوطن العربي يعمل من الشباتي بيتزاية سريعه. صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ببركه الصلاه على الحبيب المصطفى الاكله تحلى والفكره تنجح وتعجبكم وتنفذوها. كل عجينه تفردها ترش عليها شويه زبده وتوزعها كويس في كل الاتجاهات، ورش الدقيق على الوش فوق. هتقول لي ليه سالتني ليه؟ هقول لك انت بتنسى اوام. ما انا قلت لك من شويه حبه الدقيق للتخشين، يعني الرشه دي عشان لما نرول لها بالطريقه اللي انت شايفها دي ما تلزقش على بعضها من جوه قدر الامكان. ومهم ياخدوا الشكل ده لاننا هنسيبها ترتاح مش اكتر من ربع ساعه بالكتير. وبعدها بقى نمسك كل عجينه منهم ونفردها بايدينا بنفس الشكل زي ما انتم شايفين. وبالطريقه دي العجينه من جوه مش هتبقى ملزقه ومش هتنفخ معاك لان مفيش ولا بيكنج باودر ولا خميره. اما عن طريقه تسويتها بمنتهى السهوله، اي طاسه ما بتلزقش معاك وانزل بكل واحده من غير نقطه زيت، واول ما تبدا تاخد وش معاك اقلبها على طول. واول ما تقلبها رش حبه زيت صغيرين وتوزيعه تمام وشقلب عكس الاتجاه. وبكده الشباتي كشباتي جاهزه معاك. بس خلينا قبل ما انصحك نصيحه تعمل بيها ايه، صلي على حبيبك يا بيه عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ولحد كده الشباتي احنا عملناه، اما اللي جاي فده عمايل صومعه الجرح. وعشان احنا صومعه الجرح هنظبط كل واحده من دول بطريقه مختلفه تنور لكم بصيرتكم انتوا ممكن تعملوا بيها ايه. يعني واحده ممكن تبقى رشه جبنه على رشه زعتر عرايشي على رشه زيت زيتون وتبقى فله. مش هتقول لك لا، تنفع ليكم ولاولادكم واخواتكم في شغلك دراستك او حتى بريكك. والتانيه لمحبين السكر والحلو، برغم اني ما بنصحش بالحلو لانه مضر بالصحه جدا، لكن ما يمنعش تسيحه نوتيلا حلوه على وش صوص وايت شوكليت. حلو وايت شوكليت دي من الرخيص ده، بس طعمه حلو على فكره. اما بقى بالنسبه للتالتة فالشغل هيكون عالي العال. اعذروني بالنسبه للتالتة مش لازم ان المقادير تتقال لانها ممكن تختلف من شخص للتاني وحسب كيفك والدماغ. لانشون ماشي، سلامي ما يضرش، رومي هيشكرنا، روز بيف هيحبنا، موزاريلا هيعشقنا، شيدر هيدوب في هوانا. وعلى نفس الطاسه في الفرن نسيبهم يسيحوا خمسات. وكده شباتي حادق معاك حلو، معاك بيتزا وتدلع الكيف في الفرن يطلع يا باشا ويبقى تحت امر سعاده هواك. وعشان الحاجات دي ما بتتشافش غير في صومعه الجرح وبس، قررنا ان احنا نعملها بس لما الميله نعدلها. حادق حلو والمزاج العالي. عايز اقول لكم عيش الشباتي اصلا تحفه قسما بالله جدا ولايت قوي، فعلا تسد معاك وانت رايح المدرسه او الكليه او الشغل او قعده غزال ويوم الجمعه كمان. وفي الختام كان معتاد ما تنساش فولو لايك وشير وتمناني من قلبك الخير. ولو بتتفرج من على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش فولو لايك. وادعي لامواتنا بالرحمه ويصلي بينا على نبينا الكريم. رعايه الله وحفظه. سيد الزبده على عيونكم ونسيرها عليكم.